السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة السنة الهجرية، أنا النهاردة عايزة أعمل معاكم حاجة حلوة سهلة وسريعة ورخيصة، وبأي حاجة موجودة عندك وبطعم جديد. جلاش بطعم البرتقال، طعمه تحفة. ازاي هنعمله بطعم البرتقال وشكله يطلع حلو كده من غير تكلفة كتير وشربات كتير؟ هتشوفوا معايا الطريقة. هي كوباية سكر واحدة بس وكوباية مية، وهقلبهم كويس واحطهم على النار. وبعد لما يغلوا احط عليهم نقطتين ليمون. الاول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وهنا كوباية لبن، مج كبير كده. وبعد كده هحط عليه 3 معالق سكر او معلقتين على حسب ما تحبي يعني طعمها. انا حطيت معلقتين بس. و3 معالق كاستر. حتى لو ما فيش كاستر يعني حطي نشا عادي، بس ميزة الكاستر انه هيمشي مع طعم البرتقال اللي احنا هنعمله دلوقتي. 3 معالق كده وبعدين اما تحطيه على النار تفضلي تقلبي، ما تسيبيهوش عشان ما فيش اي كلاكيع تحصل فيه. فهنا بعد لما حطيته على النار نزلته على طول. وهو في الحالة دي عشان يعني نخلي الطعم حلو شوية، نحط حتة زبدة ونحط بشر برتقان، يعني يا ريت معلقه مليانه. انا حطيت مش معلقه مليانه قوي، معلقه مليانه شويه عندي عشان طعمه المزازه فيها تبقى حلوه قوي. وهنا الشربات بعد لما غلي عصرت عليه يعني نص ليمونه، مش على الاخر. وبعدين حطيته خد 10 دقايق كمان على النار، وهوريكم شكله هيبقى ازاي. هنا كوبايه مش كوبايه، فنجان زيت مع معلقتين سمنه، ادي اللي هنعمل بيهم لفه الجلاش اللي طعمها هيبقى تحفه. يعني هتاكلي مش هتجزعي لا من سكر كتير ولا من يعني هتحسي الطعم كده مفهوش جزعين، مش زي اللي بنشتريها من بره مسكره قوي. وهنا كمان الشربات حطيت عليه معلقه قشر البرتقال. انا بعمله واشيله من الشتاء، بشيله في الفريزر في علبه، وكل ما باجي احتاج منه بحط على اي حاجه حاجه حلوه، كيكه بينفع، وطعمه وريحته يعني احلى من الفانيليا بكتير. هنا انا هعملها في صينيه مدوره، كان ممكن اعملها في صينيه مربعه، بس صينيه مدوره شكلها احلى. لو لسه معايا اعملوا اشتراك من فضلكم، واعملوا لايك لو عجبكم الفيديو، وقولوا لي رأيكم برضو على الطريقة. هتشوفوا برضو انا يعني الزيادة اللي انا هقصه ده انا هحطه ازاي. هحطه بطريقة جديدة، هزود بيه الجلاش. بس انا هنا يعني وانا بعمل الطبقة اللي لسه من تحت في صينية الجلاش ما بنتش، ما تصورتش، كان الموبايل اتملى. بس هوريكم الطريقة في الوش التاني وانا بلفها. هنا الاجزاء الزياده دي انا عملتها زي الورده كده وحطيتها. وبعدين مش كل طبقه جلاش حطيت سمنه، لا، انا كل طبقتين. الاول دهنت الصينيه، بعدين كل طبقتين تروحي عامله بالفرشه. ليكي برضو كميه قد مش لازم سمنه وزيت كتير. احنا عايزين حاجه خفيفه تبقى حلوه ومش مكلفه، والواحد ياكل منها ما يشبعش. الاجزاء الزياده اللي انا قصيتها، شوفي انا بعمل الحركه دي عشان ازود بيها نص الصينيه ده هنا في النص قبل ما احط المهلبيه الكاستر على طول. انا بعمل الفكره بتاعت الورده دي عشان يعني تدي كشكشه كتير ويوصل لها كل السمنه اللي انا هرشها عليها. دي فكره الورده كده بالمعلقه، سهله قوي. هي ساعات بتطلع عبد الحليم بس تمشي برضو، وردة عبد الحليم هي شكلها حلو في الاخر. فبعد لما رصها كده، يعني انا دي بعملها بعد النص لفة الجلاش اللي انا حطيتها في الاول، ودهنت سمنة بين كل طبقتين. وبرضو الصينية دهنتها كويس، وبحطها بالطريقة ديت واقفة لفوق كده عشان اما اسقيها السمنة توصل لها كلها. وطبعا مش هينفع اسقي سمنة كده وبعدين اروح حاطة عليها الكاستر، لا، انا حطها تحت الشواية 10 دقايق بعد لما
هحط، شوفي ما بحطش كتير سمنة ازاي، يعني اقل الموجود، بحيث ما نستهلكش كتير وحاجة تبقى خفيفة وحلوة. اتمنى لو طريقتي عجبتكم تقولوا لي، تعملوا لايك واشتراك، تشرفوني بتعليق. يبسطني قوي لو قلتوا لي رأيكم. وبجد طعمها مختلف عن اي جلاش حلو كلتوه قبل كده. انا حطيتها هنا تحت الشواية حوالي 10 دقايق، اديتها كده تشميعة وتحميرة خفيفة زي ما انتم شايفين. ده هنا الكاستر اللي انا عملته، حطيت عليه رشة البرتقال وحتة زبدة صغيرة كده، قيمة معلقة، علشان تعزز الطعم بتاعها شوية. طب هو طلع قليل الجزء اللي انا عملته ده، انا عملته بمية مش بلبن، برضو طعمه كان تحفة، وحتى ما حطيتش عليه برتقان تاني، انا اكتفيت بالجزء اللي انا حطيته في الاول. وبعد بقى لما ادينها كده هروح حاطه عليها طبقة جلاش، من غير طبعا ما يعني مش هدينها غير من تاني طبقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يا رب ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. هنا حطيت طبقة والطبقة التانية، وبعدين بقى انا هدهن. بصوا نفس الطريقة اللي انا عملت بيها من تحت، الجزء اللي تحت طبعا انا يعني بقسم لفة الجلاش بالنظر كده، يعني على قد ايديكي ما تحس يعني. حطيت بقى كل طبقتين بينهم سمنة كده بالفرشة، والحروف اعملها بالفرشة كويس ويعني اتكي عليها شوية لتحت عشان تبقى قافلة على الكاستر، وكمان ما تبقاش طالعة لفوق، لان الصينية ليها حرف، فكأن يعني ايه طلع جزء زيادة كده، فده برضو كويس، هيخلي الجناب عندنا متقفلة كويس، تقدري تقطعيها اي تقطيعة انت بتحبيها. وهنا خلاص اخر حبة سمنة وزيت على بعض كده نرشهم، والفرن يبقى سخن. تحطي الفرن بقى تحطيها في النص، انا حطيتها في النص، واول ما حسيت ان حروفها من الجناب كده احمرت ولعت عليها الشواية، شكلها بقى ما شاء الله مقرمشة وجميلة. وبعدين اي حاجة تحمروها وتيجي عايزاها تبقى متحمرة ومقرمشة ومش ناشفة، او يعني تبقى طرية شوية، هنا هي لسه سخنة، الشربات بارد، هرشه عليها. طبعا انتوا ممكن تفكروا ان الكمية قليلة، لكن بالعكس ده هي طلعت مظبوطة جدا، والناس اللي بتحب الحلو حتى عجبتهم جدا. يعني مش لازم اغرقها عسل وسمنة، لا. طب عشان العسل يتشرب كويس، وهي كمان تطرى شوية وتبقى كده يعني لينة وفي نفس الوقت مقرمشة، هروح مغطياها شوية وهي سخنة. انا سبتها تهدى شوية بعد الفرن حوالي 5 دقايق، ورحت مغطياها وسبتها لغاية ما هديت خالص، وبعد كده عريتها بقت ماسكة نفسها. طعمها بجد جميل قوي، وحاجة موجودة عندك مش هتكلفك حاجة غير كوباية السكر ولفة الجلاش، وهتعملي حاجة حلوة في الحر ده، وكمان لما تتاكل ساقعة وتاني يوم طعمها كان بجد تحفة. ويا رب الطريقة تعجبكم، ولو عجبتكم قولولي، وبشكركم لو شفتوني لغاية هنا. ما تنسوش لو انتم مش مشتركين تعملوا اشتراك ولايك، وألف شكر ليكم. سلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين.